السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركي افيك نزيهة. اليوم جبت لكم وصفة الخبز التركي اللي هو رمضان بي دي سي. الوصفة الأصلية يجي كيما تاع المحلات، صدقوني وصفة ناجحة 100%، ووصفة اقتصادية وسهلة. تشوفوا معايا المقادير. هنا عملت كيسان تاع 200 غرام حوالي، درت 2 كيسان فرينه، درت كاس ماء دافي. هنا من الاحسن ديروا الخميره هذه تاع البولونجي، خميره تجي يعني، ولا اللي ما عندهاش معليش دير هذوك لي غران. درت حوالي 20 غرام. درت الملح، درت مغرفه تاع العشاء، سكر، وزدت كاس ونص ماء تاني دافي، وقاعده نخلط في هذا الخليط. فوالا، ونزيد في الفرينه اون تو بورتو، يعني دخلوا لي 5 كيسان ونص تاع الفرينه، وكل بلاد وفرينتها. ندير الفرينه ونخلط، ندير الفرينه ونخلط حتى وين تحصل على عجينه ما تكونش جاريه. كيما راكم تشوفوا القوام تاع لاباط تاعنا هكذا لازم تجينا، ما تكونش جاريه، ولكن تجي فريمون تلصق، تجي تلصق 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 في اليد. فوالا. ما تتعجنش، نقدروا نديروها في البيتخا، ما كاين حتى مشكل. هنا درت لها شويه فرينه من الفوق وخليتها ترتاح، خليتها تخمر حتى وين يتضاعف الحجم تاعها. هنا درت 2 مغارف تاع العشاء تاع الخميره، درت نص كاس حليب. كما قلت لكم الوصفه اقتصاديه، نص كاس حليب حوالي، و2 مغارف تاع العشاء تاع الفرينه. وندير الا كان عندكم متوفر البيكماز اللي هو الرب، دبس العنب، هو دبس العنب. كاين متوفر في بلادنا، كاين ميم لو بيكماز تاع الجزائر. واللي ما عندهاش في الدار دير صفار البيض، لو جوندوف. فوالا، نخلطو مليح هذاك الخليط. هنا بعد ما يريح الخبز نتاعنا، ضاعف الحجم تاعو، نديرو شويه فرينه ونبداو نفاصونيو. نديرو يعني في الكويرات تاع الخبز تاعنا، نقسموه كيما راكم تشوفوا. راني دخلت له شويه تاع فرينه، ماشي بزاف، و قاعده نقسم في الخبز تاعي. هنايا درت خبيزه صغيره مع 2 خبيزات متوسطين، فوالا كيما راكم تشوفوا. آه، نجرب ندخل له هكذا شويه تاع الفرينه، ونزيد نحط من الاحسن هنا ديروا الدقيق ماشي الفرينه. هنا غلطت، لازم ندير الدقيق من الاحسن. معليش معليش، نتوما ديروا الدقيق احسن. ودرت له شويه تاني فرينه من الفوق، ونزيد نخليه يريح للمره الثانيه. فوالا، نخليه حوالي 20 دقيقة. بعد ما ريح الخبز تاعي، ندير هذاك لاباغي اللي وجدتها، هذاك الخليط اللي وجدته، ندير شوية في يديا ونمسح الخبز تاعي باش نقدر نفاسونيه. فوالا. ديروا الشكل اللي حبيتوه. هنايا فريمون هاد الملاحظه بزاف مهمه. بعد ما نفاصونيوه نزيدو نحلوه هكذا كيما راكم تشوفوا فيا، نكبر في الخبزه ديالي، من بعد نحطها في السنيوه، نزيد نخليه يريح شويه لو طون يسخن لي لو فوغ تاعي. شوفوا هنا كيش راه منبل كامل ما شاء الله. ندير له سانوج وندير له زرارع، يعني واش عندنا في الدار. الفوغ تاعي يكون سخن، فريمون لازم نسخنه مليح الفوغ. وشوفوا الخبز كيفاش يجي فارغ، يجي مهوي. ما شاء الله، والله يصدقوني يطيب على درجه شحال عندكم في الفوغ، يعني الماكسيموم تاع الحراره تاعكم. هنايا حطيته يطيب حتى وين يحمر بطبيعه الحال، وكل وحده تعرف كوشتها. فوالا، الخبز هنا زوجي مع اللي يحب بزاف الخبز فرح، جا ما شاء الله. وعجوزتي كانت عندي حمر لي بوتشي هذا الخبز جاي شهي. نتمنى تجربوا هاد الوصفة الرائعة، وادعيوا النزيهة بالخير. ما تنساوش تخليوا لي تعليق مع بارتاج تاع لا فيديو، تاني ديروا لي لايك، وما تنساوش الجرس باش يلحقكم جديد. فوالا، في الوصفات التركية والجزائرية. هنا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، في امان الله. الله معنا تولون. Görüşürüz. سلام.